العيد الكبير ما يحلاش إلا طبق الفتة المتين، الفتة عندي غير عند أي حد خالص، أنا باعملها بطريقة بسيطة من غير أي افتكاسات، طريقة بسيطة وسهلة والطعم بيكون حكاية، يالّا بينا نسمّي بالله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بُصّوا أول حاجة كده أنا حضّرت معايا الرز الأبيض العادي خالص اللي إحنا متعودين اللي إحنا بنعمله الكل بيعرف يعمله طبعًا، وحضّرت معايا الصلصة بتاعتي برضُك اللي متسبّكة سهلة جدًا واللي إحنا بنسبّكها في بيوتنا عادي خالص، والعيش بتاعي بقى اللي أنا باحتاج العيش المخبوز الناشف ده، وفي ناس كتيرة بتعمله برقاق ناشف، برضُك مش هتقول معانا لأ، أحضّر بقى التومة بتاعتي، أجيب معايا كده نُص راس من التوم وفرماها وآخُدها معايا بقى في الطاسة مع حبّة زيت وأشوّحها كده لحد ما تبتدي إن هي تدبل معايا، أنزل معايا بقى بربع كوباية من الخل، وقصادها نُص كوباية من المَيّة أو ربع كوباية من المَيّة، وأحطهم بقى على النار مع حبة ملح صغيرين تغلي غلوة وأقفل عليها النار، هي دي التومية بتاعتي الخطيرة السهلة جدًا. نفِدت بقى الفتة بتاعتنا المتينة، العيش بتاعنا أهو كسّرته حطيته معايا في الطبق، أحط بقى معايا فوقه الشوربة تكون سخنة، شوربة اللحمة بتاعتنا أهوّة، وبانزّله معايا بانزّل العيش بالمعلقة في الشوربة، وبعد كده أحط معايا طبقة الرز، وبعد كده طبقة الصلصة، وبعد كده بقى أرُش التومة من فوق، بُصّوا يا جماعة الريحة خطيرة بجد، رهيبة، وأرصّص بقى فوقها اللحمة اللي أنا عاملاها بالبصلة، خطير طبق بُص في قلبك، خطير جدًا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنة وأنتم طيبين.